السلام عليكم. سمعت قبل كده عن خدعة جمال عبد الناصر اللي رعبت الموساد؟ تخيل تشوف معايا صاروخ طوله 12 متر في نص القاهرة وقادر يوصل لأي مكان في إسرائيل في أي وقت. وده اللي حصل بالظبط في فترة جمال عبد الناصر في مصر وقت الستينات، ولكن الحقيقة صدمة عمرك ما تتخيلها. وعلشان اكمل لك القصة ما تنساش تعمل لايك وفولو لو اول مرة تشوفني وتشوف بقية الفيديوهات. وقصة هتبدأ معانا بعد هروب العلماء الالمان من المانيا وخسارة المانيا الحرب العالمية التانية وانتحار هتلر. وقتها كانت الدول المنتصرة بتدور على العلماء علشان تختلف، واللي انتهز الفرصة جمال عبد الناصر وطلب الالمان وقدم لهم عرض انهم يجوا يتحاموا في مصر مقابل مرتب ما يحلموش ياخدوه في الجيش الالماني. فكان الهدف انتاج صواريخ من 350 كيلو ل 600 كيلو، وبالفعل نجحت الخطة وقدر يوصل العلماء الألمان لإنتاج الصواريخ. ولأن غلطة الشاطر ب1000، فقام جمال عبد الناصر محمل الصواريخ على عربيات نقل قبل ما تكتمل مراحل إنتاجها، يعني كانت لسه في مراحلها الأولى. اكتفى جمال عبد الناصر بكده؟ لا، قام قايل تصريح ناري وقال إن قدرتنا الصاروخية تقدر توصل لحدود لبنان، فيما معناه انها في اي وقت تقدر تضرب اي مكان في اسرائيل. والموساد الاسرائيلي وقتها حس بالخطر وعمل خطة تتبع وتهديد استراتيجي للعلماء الالمان اللي موجودة في مصر. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو كان بيبعت لهم ظرف مليان متفجرات. اللي حصل بعدها ان نص العلماء الالمان مات والنص التاني خاف وحس بالخطر وهرب من مصر. للأسف وقتها توقف البرنامج الصاروخي المصري وانتهى حلم جمال عبد الناصر.